خليني افاجئك واقول لك ان اختيارك للسبوتات ما طلعش سهل زي ما انت كنت فاكر. مش مجرد سبوت هنيجي نعلقه في السقف وخلاص، لا، بالعكس. اختيارك للسبوت بيعتمد على كذا حاجه. اول نقطه تخلي بالك منها هي فكره ان السبوت نفسه ما تجيبش سبوت كامل، يعني الشاسيه باللمبه كامله. ده لان بمنتهى البساطه في الاسباب والطالع والنازل والاستيراد والكلام اللي احنا فيه ده كله، بمنتهى البساطه ممكن تيجي تجيب سبوت، حظك يبقى حلو جدا لو باظ بعدها بشهر عشان تلحق تروح تغيره. لكن لو انت من الناس الكويسه الحلوه اللي ربنا بارك لها في رزقها، وجبت السبوت الكامل دوت وفضل قاعد معاك سنه ولا سنتين وجي باظ بعد السنتين، ساعتها هتلوص عشان خاطر تقدر ان انت تجيب زيه وشبهه بنفس الشكل بالظبط. طيب يبقى ايه الحل؟ الحل بمنتهى البساطه ان احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا. هنروح نجيب الشاسيه لوحده، الشاسيه بتاع السبوت اللي هو زي اللي في الصوره كده، الشاسيه لوحده، وهنجيب اللمبه لوحدها. طيب ده هيأثر على ايه او انت هتكسب ايه؟ هتكسب اول حاجه ان انت بقيت ضامن ان لا قدر الله لو حصل اي مشكله في اللمبه، سواء بقى بعدها بشهر، بعدها بسنتين، بعدها ب10 سنين، انت بتاخد اللمبه تفكها تروح ترميها وتجيب واحده غيرها وتحطها بدون التأثير على الشكل العام بتاع الجبسون بورد او السبوتات في المكان بتاعك. طيب حد يسألني ويقول لي طب هل السبوتات اللي هي الكامله ديت الاضاءه بتاعتها بتفرق عن السبوتات العاديه؟ هقول له بالعكس، ولا اي فرق خالص، الاتنين نفس الوطات. في تركايه هنا بقى لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري اللمبه ديت. هتروح تقول للراجل ايه؟ هتروح تقول له انا عايز اللمبه الكاسه، هي اسمها لمبه كاسه حلو كده بتاعت السبوت، اللي بتدي 3 حركات. يعني ايه 3 حركات؟ يعني كل ما تقفل وتنور تطفي وتنور بتديك 3 الوان مختلفه، مره ابيض، مره وورم، مره تلجي اللي هو ما بين الابيض والورم يعني اللي هو الاصفر يعني. تمام كده؟ ده هيعمل لك ايه؟ ده بمنتهى البساطه هيخليك تغير المود في ثانيه الا ثانيه. الفكره بقى وانت بتشتري الشاسيه لوحده، خلي بالك ان بيبقى فيه معاه الدوايه اللي هي بتركب في اللمبه، ولازم تركز قوي في وانت بتشتريها في نقطه الدوايه ديت، لانك لو ما لقيتهاش مش هتعرف تركب اللمبه. بس كده، دي كانت تركايه صغيره كده في الاضاءات. سلام.